لا شك ان الرياضه من اهم الحاجات في حياتنا ومن اهم الحاجات اللي نفسنا نلتزم بيها، ومع اننا عارفين انها مهمه جدا وبتحافظ على صحتنا وبتحسسنا بالانجاز، الا اننا ما بنعملهاش وبنحس بالذنب وبنشوف صحتنا وحشه وبنشوف صحتنا بتضيع قدامنا وبتتدهور وبندي لنفسنا اعذار ان احنا صح مش غلط وصحتنا حلوه وزي الفل. في الفيديو ده هنتكلم ازاي تخلي الرياضه عاده. يلا بينا. السلام عليكم. في الفيديو ده هنتكلم عن الرياضه وازاي تخلي الرياضه عاده واللي بتحسسنا بشعور الانجاز، ودي مشكله بتواجه بعض الناس اللي بتمارس الرياضه. فان شاء الله النهارده هنتكلم عن ايه هي الرياضه وايه اهميتها وايه الاسباب اللي بتخلينا ما نكملش في الرياضه، واخيرا ازاي نلتزم بيها وخطوات تخلينا نلتزم بيها. بس انا حابب اقول حاجه قبل ما نبدا الفيديو. اول حاجه، تخيل نفسك في المكان ده، تخيل نفسك بتعمل رياضه وملتزم ومنضبط ومش قاعد زي ما بيسموها تفخيد. انا بزعل قوي لما اشوف واحد مستسلم للحياه وبيشوف السوشيال ميديا وخلاص ويومه بيعدي عادي كده ولا في اي حاجه مفيده. وده ممكن يبقى الفيديو الالف اللي انت بتتفرج عليه عن ازاي تغير حياتك وتخلي الرياضه عاده وتلتزم بالحاجات. كلنا بشر، بس في واحد بيسيب نفسه عبد لشهواته وفي واحد بيقاومها. الشخص ده بيصعب عليا جدا. الشخص ده ممكن يبقى ابن عمك، ابن خالك، حد قريبك، وممكن الشخص ده يكون عنده قدرات عظيمه. واي انسان عنده حاجه بتميزه. انت جسمك بيميزك، شكلك بيميزك. في ناس كتير ما عندهاش الجسم اللي عندك، في ناس كتير ما عندهاش الصحه اللي عندك. دي حاجات ربنا بيميزك بيها. انت عندك قيمه، ليه بتعامل نفسك على انك ما عندكش قيمه وانا ما اقدرش اوصل للمكان ده، انا ما استحقش اوصل للمكان ده؟ انت تستحق لو تعبت. مارك زوكربيرج مش احسن منك، بيل جيتس مش احسن منك، ستيف جوبز مش احسن منك. انا عارف ان ممكن يبقى في ناس قفلت الفيديو دلوقتي عشان سمعت الكلام ده كتير، بس الكلام اللي في الفيديو ده مختلف. الناس دي مش احسن منك، الناس دي تعبت وربنا وفقها. انت فعلا تقدر، وتقدر تبطل العادات السيئه، وتقدر تبني الرياضه، وتقدر تخلي حياتك احسن بكتير. بس الثق في نفسك وادي نفسك احترامها. مش لازم كل شويه تجلد ذاتك، مش كل شويه تجلد ذاتك، مش محتاجه حاجه يعني. انا بحس ان الواحد ده عامل زي اللي معاه ورده وما بيسقيهاش وبيقعد يقطف منها. لو انت بتبدا كل مره وبتقول هبدا المره دي وما بتعملش حاجه، صدقني التاجيل مش حلو، والحياه اللي انت عايش فيها عبد لشهواتك مش حلوه. الحياه اللي انت فيها مش مسيطر على حياتك، في حياه احسن منها بكتير مستنياك. انت فيها مسيطر على نفسك. لو انت فعلا عايز تغير نفسك ما تستسلمش، ابدا دلوقتي. لو انت خلاص مش مهتم بصحتك، وبعد الفيديو ده خلاص انزل الجيم، بعد الفيديو ده اعمل ضغط، بعد الفيديو ده حتى لو واحد ضغط، ابدا غير حياتك من دلوقتي. صدقني التاجيل مش حلو. حتى في الدراسه كم مره اجلت وقلت هذاكر اخر شهر وخلاص وهلم المنهج، ومع انك بتجيب مجموع حلو بس انت مش راضي عن نفسك. لو انت كل الناس بتعاملك وحش، حتى لو اهلك بيعاملوك وحش، حتى لو كل الناس مش شايفه ان ليك قيمه، انت لما تغير سلوكك وتعاملك معاهم هيحسوا ان ليك قيمه فعلا. وحتى لو ما حسوش هيحسوا بعدين. المهم انت تبقى واثق من نفسك وحاسس ان ليك قيمه في نفسك، مش مجرد انسان كده وخلاص. في وجهه نظري الفرق بين الانسان والحيوان ان الانسان بيعرف يقاوم شهواته، وربنا خلقه وميزه بعقله. الانسان لازم يتعلم. انا اتمنى الفيديو ده يغير من ناس كتير، حتى لو واحد او اتنين. بجد اعترف ان عندك مشكله عشان تحلها. حتى ربنا في القران بيكلم عباده اللي عملوا ذنوب كتير بمنتهى اللطف. ربنا في القران بيقول لهم لا تقنطوا من رحمه الله. معلش طولت عليكم بس الكلام ده كان لازم اقوله. نرجع بقى تاني للفيديو بتاعنا. انا عارف مشكلتك، انت مش عارف تلتزم، او بتشوف الرياضه حاجه مش مهم تعملها، او فاكر عشان تعمل رياضه محتاج فلوس كتير. بس في الواقع الموضوع مش كده خالص. اول حاجه لازم نعرفها ايه هي الرياضه وايه اهميتها وايه هي العاده اصلا. يعني طبيعي انا هخلي الرياضه عاده، فلازم اعرف ايه هي العاده. العاده دي هي حاجه انت بتعملها بشكل متكرر في وقت معين، وممكن من غير ما تشعر حتى. يعني طريقه اكلك عاده، طريقه شربك عاده، الحاجه اللي انت بتعملها اول ما تصحى عاده. طب ايه هي الرياضه؟ بعض الناس فاكره ان الرياضه هي الجيم والتمارين وبناء العضلات بس، هي دي الرياضه. او محتاجين فلوس كتير عشان الرياضه، بس للاسف الرياضه مش كده فعلا. الرياضه هي مجهود بدني جسدي عادي بتعمله انت عادي زي انواع الرياضه الطبيعيه، الكونغ فو وكره القدم والكمال الاجسام والحاجات دي كلها. ومش دول بس الرياضه، في المشي رياضه، التمارين اللي هي بيسموها كارديو رياضه، اللي هي التمارين الهوائيه، الاسترتشات رياضه، المشي رياضه، المشي على جهاز المشي ده رياضه، الجري رياضه. والرياضه مفيده جدا، بتوصل الاكسجين والعناصر المغذيه للانسجه بتاعت جسمك، وبتساعد القلب والرئه على التحسن، وبالتالي بيبقى عندك طاقه تكمل يومك، بتخليك سعيد، بتظبط نومك، بتظبط اكلك، بتخليك واثق من نفسك. ممكن ممارسه الرياضه تقلل رغبتك في عمل العادات السيئه زي التدخين والعاده السريه واي عاده سيئه. بتحسسك انك بتتغير فعلا، بتحسسك لو عملتها اول اليوم ان انت ملتزم فلازم تلتزم باقي اليوم، بتحسسك انك مهم كده. يعني مثلا ايه عاده سريه؟ ايه يا عم انا بعمل رياضه، انا راجل بعمل رياضه، انا مش هعمل العاده السيئه دي، انا لازم احافظ على نفسي، انا بعمل رياضه. ايوه كده هبدا اغير حياتي. طيب دلوقتي النقطه الثانيه، انا ليه مش بكمل في الرياضه؟ واشتراك الجيم اللي بندفعه بالثلاث شهور صدقه ده ايه اخباره بقى؟ وبنبدا بحماس ونشاط وتاني يوم خلاص ما بنبقاش قادرين، مثلا بنمشي ساعه اول يوم وبعدين كده خلاص. بصوا يا جماعه، الجسم ذكي جدا ذكي جدا، مش بيحب التغيير. يعني ايه؟ يعني خلاص هو لا نظام ماشي عليه ومستريح. ما تجيش انت بقى تقول له انا هاكل اكل صحي، انا هغير العادات اللي انا بعملها، مش هيلتزم معاك، مش هيساعدك. فدي غلطه انت بتعملها، ان انت هو ايه، انا هتمرن ساعه في اليوم النهارده في اول يوم، انا مش عارف هفتح حوض في اول يوم، انا همشي ساعه النهارده، وبعدين اليوم اللي بعده
مش قادر خلاص. والباقي هنعرفه من ازاي تخلي الرياضه عاده. اول نصيحه هنبدا بيها عشان تخلي الرياضه عاده ان انت ما تبداش فجاه. انت ما بتلتزمش عشان بتبدا فجاه. يعني ايه بتبدا فجاه؟ بص، انت دلوقتي في حته عايز تطلع، اكيد مش هتنزل. يعني عايز تطلع هتبدا من تحت لفوق مش من فوق لتحت. ده احنا مش عايزينه لما نبدا عاده جديده. وده في اي عاده، قرايه، رياضه، اي حاجه. انت مثلا هدفك انك تعمل رياضه ساعه في اليوم او نص ساعه، ابدا بحاجه بسيطه، قول 4 دقايق في اليوم مثلا، دقيقه في اليوم. يا عم مش احسن ما تعملش رياضه خالص؟ ما انت كنتش بتعمل رياضه قبل كده. ما انت ما كنتش بتعمل رياضه قبل كده يا عم. ايوه بس يا عم هي دقيقه هتزود مع الوقت. القراءه مثلا، واحد مثلا عايز يقرا 20 صفحه في اليوم، يبدا بيهم، بيبدا بال 20 صفحه وبعدين ينزل. ده مش منطقي. المفروض عايز تطلع يبقى تبدا من تحت وتطلع لفوق. وهتبدا مثلا بصفحه في اليوم، بعدين تزود مع الوقت بالتدريج. اليوم اللي بعده صفحتين، اليوم اللي بعده كذا. كل يوم تزود نص صفحه مثلا. صفحه صعبه عليك تبدا بنص صفحه. عايز مثلا تلتزم بالقران، تقرا مثلا كل يوم مثلا جزء او حزب، ابدا بصفحه مثلا. ما تبداش بقى بحزب وتقعد كل يوم تلتزم نفسك. لا كده مش هتكمل، او هيبقى صعب عليك خالص. ممكن خلاص تقف في اول الطريق. فلازم تبدا بحاجات بسيطه. ابدا بكلمه يا عم، ابدا بسطر. المهم ابدا بحرف ما بهزر. ابدا بحرف عشان انت مش هتحقق الهدف في يوم واحد، لان دي عاده بتحتاج تعملها كل يوم. ندي مثال، مثلا هدفك تعمل رياضه 30 دقيقه في اليوم، ابدا بالتدريج. يعني قول مثلا ابدا مثلا اول يوم دقيقه. بص لاحظ ان احنا بنطلع مش بننزل. اول يوم دقيقه، تاني يوم دقيقة، تالت يوم دقيقة، لحد اسبوع مثلا كل يوم دقيقة. بعد كده تبدأ تزود، اليوم ده دقيقة، اليوم اللي بعده دقيقتين، اليوم اللي بعده 3، اليوم اللي بعده 4، اليوم اللي بعده 5. على اخر الشهر مثلا هتبقى بتتمرن 30 دقيقة في اليوم او ممكن اقل. بس بص قربت ازاي، وبقت ممكن تبقى تتكون عادة عندك لو عملتها اكتر من شهر مثلا. وبحاجة بسيطة، ابدأ بحاجة ما فيهاش مجهود كتير ووقت كتير وتحسسك ان انت سهل قوي تعملها، سهلة قوي. عدى عليك سنين، صدقني عدى عليك سنين. مستخسر شوية ايام كده هتعيشهم لو ربنا كاتب لك عمر. عارف كرة الجليد وهي نازلة على الجبل بتبقى صغيرة قوي بس بتنزل تكبر مع الوقت. على فكرة انت معاك مفتاح ازاي تبني عادة. انت لو بتعمل عادة سرية او بتعمل اي عادة وحشة او بتشرب سجاير او مدخن، يعني انت اكيد ما بدأتش بعلبة في اليوم. لو انت بتشرب علبة دلوقتي، انت مثلا بدأت بسجارة، نفس مع نفس مع سجاره مع سجارتين مع بتزود مع الوقت. خلاص اتعودت. او كل ما تخرج مع حد معين مثلا تشرب سجاير، مره مع مره بقت تشرب لوحدك، مره مع مره بقت تزود. خلاص انت كده اتعودت. خلاص اتعودت عليها لانك كنت بتعملها كل يوم او بشكل متكرر في وقت معين. كم مره لقيت نفسك بتشرب سجاره وفي سجاره في ايدك وانت مش واخد بالك اصلا؟ او حاولت تبطل قبل كده او لقيت نفسك مخنوق ومتضايق ومصدع وبتحس ان في شاكوش بيدق على دماغك. فعشان نلخص النقطه الطويله دي، ودي الحقيقه اهم نقطه انا بديها لك في الاول اهو، مش زي كل يوتيوبر بيقولوا اخر نقطه هي الاهم. الله اكبر عليك، ايه الحلاوه دي؟ الحقيقه كل النقط بتبني على بعضها ومهمه. فعشان نلخص النقطه دي، ابدا بافعال صغيره كل يوم تعملها في وقت معين. ابدا بافعال صغيره، عارف زي البيت، ابني ليه اساس الاول وبعدين ايه ابدا ازود كده. ما تستقلش بالدقيقتين او الدقيقه دول او واحد الضغط ده. انت اسمك سيطرت على نفسك وعملتها. مع الوقت هتزود. انا عارف ان طولت في النقطه دي بس دي مهمه جدا. نخش على النقطه الثانيه وهي التزم بيها كل يوم. انا عارف الموضوع يبان غريب، يعني عاده فاكيد هلتزم بيها كل يوم. يعني التزم بيها كل يوم في وقت معين. يعني مثلا قول انا اول ما اصحى هاكل واعمل رياضه دقيقتين. خلاص يبقى انت كده ثبت لها وقت معين وثبت الوقت اللي هي هتتعمل فيه بعد ما تاكل بعد ما تصحى. بس يبقى انت كده عملتها بعد ما تصحى، هتاكل وتعمل. ممكن تحدد الوقت اللي انت عايزه براحتك. المهم تعملها كل يوم. طب لو تعبان برضه لازم تعملها كل يوم. المهم تعملها كل يوم. طب لو تعبان لازم تعملها كل يوم. بص مفيش مفر، لازم تعملها كل يوم. عشان كده بقول لك دقيقه او دقيقتين، بعد كده تتعود مع الوقت. طب مش قادر، قلل الوقت منها يا عم، قلل المجهود. بص المهم تعملها في وقت محدد. طب تعبان، صدقني هتستريح بعدين. اعملها حتى لو تعبان. في ايام هتيجي عليك تبقى مش قادر، في ايام هتيجي عليك اعملها برضه. صاحب نفسك كده، قول انا هعملها، انا عارف ان انا تعبان بس هعملها. صاحب كلم نفسك كده، خلاص انا هعملها. تالت حاجه، حدد وقت تلتزم فيه بيها واعمل جدول. لا شك ان الانجاز شعور عظيم جدا بيخليك سعيد، وده بيديك طاقه انك تكمل وبيديك حماس انك تكمل وبيديك دافعيه انك تكمل. بس لازم يكون عندك سبب انت بتعمل الحاجه دي ليه، ولازم برضو يبقى عندك جدول. مثلا نعمل جدول، اكتب صف الايام وصف العاده، اكتب تاريخ اليوم واليوم والحاجات دي، واعمل العاده او العادات عادي لو ممكن تبني عادات في نفس الوقت. فخلاص انت كده عملت العاده. فخلاص اول ما تعمل العاده صح هتيجي مثلا بعد اسبوعين ولا حاجه هتبص ايه ده، بص صح كله. ممكن تلاقي شويه غلط منهم عادي برضه، بس المهم ان انت اول ما تعملها ايه ده صح. ده بيعرف مخك ان انت ايه منجز، وبيحسسك شعور الانجاز ويحسسك انك سعيد. بتقيس هدفك ده، انا بقرب لهدفي اهو. وده يودينا للنقطه الثانيه، كافئ نفسك. المكافأة من أهم الحاجات اللي أنت هتعملها. المكافأة من أهم الحاجات اللي بتعرف المخ إنك بتحب اللي بتعمله فعلا، ولما تكافئ نفسك بتفرح. فإيه بتعملها تاني عشان تكافئ نفسك. شعور الراحة بعد التعب أحسن من شعور الراحة بعد الراحة.
مش محتاجه حاجه يعني. يعني مثلا قول انا لو عملت رياضه النهارده هخرج مع اصحابي، هتفرج على فيديو على اليوتيوب كنت عايز اتفرج عليه، بعد اسبوعين من الالتزام هتحس ان انت واثق من نفسك، ثقتك في نفسك هتزيد، يعني هتحس انك مسيطر على نفسك، هتحس انك قادر، هتحس فعلا انك قادر تلتزم باي حاجه. تعب في الاول، راحه بعدين. الحاجه اللي بعد كده فكر نفسك بالعاده. يعني انت ممكن اصلا تنسى انك تعمل رياضه اول ما تصحى مثلا بعد ما تاكل، انت محدد كده تنسى اصلا تكمل يومك عادي. لازم تبقى معلق هدفك على اي حاجه في ورقه، تلزقه على اي حاجه، ده بيعرف مخك وبيخلي عندك وعي اكتر. النقطه اللي بعد كده ما تحبطش مهما كانت الظروف. اهلك قالوا لك يا ابني انت في ايه، اصحابك قالوا لك انت في ايه يا عم، انت اصلا ذات نفسك حسيت انك بتتغير او في يوم ما التزمتش بيه برضه انت مكمل. يعني بص، الفشل الحقيقي مش ان انت تقع، الفشل ان انت تسيب نفسك واقع وما تطلعش تاني. انت مكمل وخلاص، انت بتعمل اللي عليك، انت مكمل حتى لو ايه اللي حصل. الشيطان بقى بيجي في الحتت دي. يعني مثلا انت عايز تلتزم بالصلاه، ايه ده انت ما صليتش النهارده، مش كنت بتصلي وبتلتزم بقى خلاص يا عم انت هتصلي ايه يا عم. مثلا عايز تلتزم بالرياضه، ايه ده انت بتشرب سجاير وعايز تعمل رياضه ايه ده، لا جميل برافو. ايوه يا عم انت بتشرب سجاير وبتعمل رياضه، المهم ان انت بتبطل السجاير. برضه الشيطان بيضحك علينا في الحته دي. لا استعن بالله وخلاص وتوكل على الله واعمل اللي عليك. الحاجه اللي بعد كده ما تركزش على النتائج، لان جسمك بيبقى في الاول وانت بتلتزم باي عاده بيبقى مش متاقلم عليها، هو بياخد وقت. فاعمل اللي عليك والنتائج ممكن ما تظهرش دلوقتي اصلا، ما تنتظرش النتائج دلوقتي خالص. انت عارف ان النتائج جايه ان شاء الله، مش تيجي من اول يوم. ما تحبطش وما تنتظرش النتائج، ما تستعجلش. خلي عندك في دماغك فكره ان النتائج بتيجي بعدين، لسه انت بتعمل اللي عليك والتغيير محتاج وقت. الحاجه اللي بعد كده ابعد عن المشتتات او المغريات. انت مثلا واحد عايز تاكل اكل صحي وتعمل رياضه والحاجات دي، ما تحطليش بقى شوكولاته في التلاجة وتحط لي مش عارف ايه او عايز تقرا ما تشغليش التلفزيون وانت بتقرا، ما انت كده هتركز في ده وفي ده. ركز في الحاجه اللي انت فيها وابعد عن المشتتات خالص. مع الوقت ممكن تنسى المشتت ده اصلا، ممكن ما تركزش معاه كتير، خلاص انت بقيت ومع الوقت وانت بتعمل اللي عليك وما تنزلش النتائج هتلاقي النتائج ظهرت فجأة وانت مش واخد بالك، وده هيديك دافع تكمل لانك مركز. مثلا واحد بيعمل العادة السرية لانك بتتفرج على او بتبص على البنات مثلا وبتفكر في الحاجات دي. واحد مثلا عايز يشرب سجاير، ما انت على طول بتفكر في السجاير. بص المغريات وصلتك لايه، المغريات والمشتتات، ركز في هذا. ولما تيجي تقاوم الاغراءات قول هو انا فعلا عايزها ولا انا مدمن عليها، ده بيخلي عندك وعي اكتر. الحاجه اللي بعد كده تذكر الالم. دايما فكر لو ما عملتهاش ايه اللي هيحصل، ايه الاضرار اللي هتيجي عليا لو ما عملتهاش، وايه الفوائد اللي هتيجي عليا لو عملتها، وتخيل نفسك في المكان ده هيخليك تعملها. الحاجه اللي بعد كده غير صحابك. انا مش قصدي تغير صحابك، انا قصدي تغير الناس اللي بتقعد معاها. لو انت بتقعد مع ناس بتشرب سجاير هتشرب سجاير زيهم. بص الانسان بيتغير مع الحاجات اللي حواليه حتى لو هو مش حاسس، غصب عنه. دول اصحابي وانا مش قادر اسيبهم. بص طالما بيضروك ابعد عنهم. كون اصحاب جداد، العالم فيه 8 مليار واحد. ويا ريت الناس تقول لي في الكومنتات ايه اللي عجبها في الفيديو ده وايه اللي ما عجبهاش. لو الفيديو عجبك اعمل لايك، ولو الفيديو ما عجبكش اعمل ديسلايك. يا ريت الناس تفيدنا برايها في الكومنتات وتفيدنا بالخبرات بتاعتها في الكومنتات، وغير طريقه كلامك، غير اسلوب حياتك. مع الوقت هتتعود وربنا يوفقك. بس تعالوا كده نلخص الحاجات بسرعه. ابدا بحاجات بسيطه التزم بيها كل يوم، اعمل جدول وحدد وقت تلتزم فيه بيها، كافئ نفسك، خلي هدفك قريب من عينيك على طول، ما تحبطش، ما تركزش على النتائج دلوقتي، ابعد عن المغريات والتشتتات، تذكر الالم، حاوط نفسك ببيئه نظيفه، وافتكر دايما ان اول الشجره بذره، وان في ناس بتتشائم عشان الورده ليها شوك، بس في ناس تانية بتتفائل عشان فوق الشوك ورده. املأ نفسك بالامل كده وخليك سعيد. انا بحب الناس تخرج من الفيديو بتاعي سعيده، فخليك سعيد، او يعني او احمد او ابراهيم او محمد، المهم تخليك سعيد بس كده. السلام عليكم. شوكولاته فين؟